في ليلة من ليالي المدينة خرج عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يمشي وحده يتفقد أحوال الناس. قلبه لا يهدأ وعينه لا تنام. وفجأة سمع بكاء يمزق سكون الليل. اقترب من خيمة متهالكة فوجد امرأة تحاول تهدئة أطفالها. قال لها: ما بال هؤلاء الصغار؟ قالت: الجوع يا عبد الله. وضعت لهم ماء وحصى في قدر على النار أعللهم به حتى يناموا، فما في بيتنا طعام. قال لها: ولم لا تطلبين من أمير المؤمنين؟ فردت وهي لا تعرفه: وأين عمر؟ الله بيننا وبينه. بكى عمر وعاد إلى بيت المال فحمل على ظهره كيس دقيق وشحما وتمرا. قال له خادمه: دعني أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فأجابه: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ عاد إلى الخيمة وأشعل النار وطبخ الطعام بيديه وأطعم الأطفال حتى شبعوا. ثم قال: والله لا أنصرف حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. فهكذا كان عمر، رجل يحمل العدل على كتفيه وقلبه ينبض برحمة أمه. أما اليوم ففي غزة لا يسمع أحد بكاء الأطفال. في غزة تجوع آلاف البطون الصغيرة وتبكي الأمهات في العتمة ولا أحد يطرق أبوابهم. هناك لا عمر ولا من يشبهه. ماتت العدالة على عتبات القصور وسكت الحكام، وغزة تنادي ولا مجيب.